اغرب فرح مصري ممكن تشوفه. اتفرج يا بيه. بغض النظر الناس اتقسمت لفريقين، فريق مؤيد وبيقول لك انت مالك، مالكش دعوه، دي قاعه وفرحهم ويعملوا اللي هم عايزينه في القاعه طالما مقفول عليهم مش مقفول عليهم. بس انت قلت طالما مقفول عليهم، طالما مقفول عليهم يعني لوحدهم، يعني محدش بيصور وبينزل على النت بقصد ان هو يبقى ترند. فالفيديو دلوقتي بقى ترند وليا حق الرد. والفريق التاني بيقول ايه الوقاحة والبجاحة والسفاحة والتناحة والاباحة دي كلها، ايه اللي هم بينيلوه في الفرح ده؟ وكلهم انتقدوا العروسة، وبرضه في جزء كبير انتقد العريس. ليه؟ هقول لك دلوقتي. وفي جزء اكبر انتقد التورتة اللي هي اصلا معمولة كلها ستريبس فراخ. بيقول لك الفرح ده كلفهم 15 فرخه عملوها ستريبس. يا عم ما ياكلوا اللي ياكلوا، انت مال امك. نيجي بقى للجزء المهم واللي هي العروسه اللي فضلت تعمل كده، فضلت تعمل كده يعني ليه؟ انا مش فاهم. بس هي حره، فرح وهي حره، تكون محجبه ولا مش محجبه هي حره، تكون بترقص ولا مش بترقص هي حره، وجوزها حر، ماليش دعوه. انا ماليش دعوه ولا انتوا ليكوا دعوه. بس طالما الموضوع برضه اتنيل ظهر للعامه يبقى لازم الناس كلها تهري وتنكت في قلب الموضوع. بالنسبه للعروسه فاللي عملته ده حاجه شنيعه، يعني بغض النظر عن الافراح المصريه. العروسه بترقص وممكن تقلع شويه لو هي محجبه، او ممكن تبان شعرها، ممكن تحط ميك اب، ممكن تفضل ترقص وتتنطط بقى وتديها بلدي وحاجات غريبه كده، بس مش للدرجه دي. هو انت ما رقصتيش بلدي، انت رقصت رقص غريب جدا كانك روبوت، بس ماشي هنعدوها. عروسه وفرحانه يا جماعه، ليله فرح نعدوها. طيب بالنسبه بقى للمعازيم، معرفش ولا واحد فيهم، هي غير هي الدكتوره هبه قطب بتاعت اما بقى بالنسبه للعريس، اصبري انت جايلك شان، اصبري. اما بقى بالنسبه للعريس فانا عار عليك اللي انت عملته. يعني بغض النظر ان في ناس كتيرة بتقبل على نفسها ان مراتاتها ترقص في الفرح وتعري حتت من جسمها في الفرح وترقص قدام الناس كلها في الفرح كأنها جارية بترقص للناس كلها بحجة يا عم ده فرح سيبهم يفرحوا. طب ما انتوا هتفرحوا بس هتتشووا في الاخر. يعني هل ينفع تعملوا ده في الجامع او في الحرم او في الكنيسة؟ ما ينفعش. فاللي ما ينفعش في دول كده ما ينفعش بره. مش علشان فرحك فتاخد ذنوب بالهبل وتشيلنا ذنوب معاك وتعمل كل الموبقات. ما طالما فرحه بفرحه بقى، طب ما تشربوا بيره، ما تشربوا خمره، ما تجيبوا رقصات. اقول لكم على حاجه، هاتوا جوني سينس يحيي الفرح. فخلينا متفقين ان ده غلط، وان جوزها ده علامه النصر مش علامه حاجه تانية عشان القواضي، ان جوزها ما ينفعش اللي هو عمله ده. واكبر غلط عمله برضو، يعني بغض النظر ان هو سمح لعروسته مراته عرضه وشرفه ان هي تعمل كده، لا ده كمان بسها في بقها قدام الكل. يعني انا لو صاحبك، وجيت لكم البيت هقول لك ما تجيب مراتك يا عم شويه، هقول لك ما تخلي مراتك ترقص لي شويه. ما هي رقصت قدامي في الفرح، هي رقصت قدامي في الفرح، اعمل ايه؟ انت اللي خليتها ترقص قدامي، رقصت قدامي، في ايه المشكله يعني ان هي ترقص دلوقتي قدامي في البيت وانا معاك؟ ما انت بوستها دلوقتي في الفرح، ايه المشكله ان انت تقوم تبوسها قدامي؟ ايه المشكله؟ ما انت عملت كده اوريدي، ما انت تخليت عن مبادئك اوريدي وبقيت ديوس وعملت كده وقبلت على نفسك كده، فايه المشكله؟ الصوت عادي. قبل ما تخلي مراتك ترقص في فرح او تبوسها في فرح
بحجه ان هو فرحكم بقى وتفرحوا ويوم في العمر. فاليوم ده هيكلفكم كتير قوي، حرفيا هيكلفكم كتير قوي. ده فصلت، الله يخرب بيوتكم. مين هو الديوس اللي هو ما بيغارش على عرضه وشرفه واهل بيته؟ ما بيغارش يعني مش بيغير عليهم، ما بالك بقى اللي بيطلع يخليهم يتعروا او يرقصوا. هو مش رقص مجرد رقص وبنات بترقص قدام بعض، لا، البنات بترقص قدام الرجاله. فرقته ايه عن الجواري بتاعت زمان؟ طبعا انتوا في منكم اللي بيستعرض في الفرح بالذات، يعني في شباب كتير، فانتوا بتستعرضوا بقى، بتبقوا مجال الشط. فرقته ايه برضو عن جواري زمان؟ انا مش فاهم. وانت يا عم العريس، حلوه البوسه؟ معلش ممكن تعيدها تاني؟ معلش ممكن تبوسها بوسه تانية غير دي؟ اصلا ما عجبتني، ما كيفتنيش الصراحه في الفيديو. اما بالنسبه للتورته، فدي الحاجه الوحيده اللي هم براحتهم فيها الصراحه. يعني يجيبوا تورته، يجيبوا ستريبس، ان شاء الله يجيبوا برسيم، انت مالكش دعوه، انت مش تاكل معاهم. واشوفكم في نيله فيديو جديد وما تنساش تعمل فولو واللايك والقلب لو انت على التيك توك. وسلام.